بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع أسئلة الدور الأول لعام 2013. بدءا بالسؤال الأول. أصدقائي، هذا السؤال تكرر بال 2013 وتكرر بسنوات أخرى بال 2014 وبال 2016. السؤال فكرته أنه عندنا غاز سخن في درجة 240 تفكك إلى غازين، بعد حصول عملية التوازن الضغط الكلي إليه يساوي لنا 1 جو، والضغط الجزئي إلى الغاز اللي هو المتفاعل يساوي لنا 64%. المطلوب هو حساب الضغوط الجزيئية للغازات الناتجة. 1. 2. حساب ثابت الاتزان. راح نكتب المعادلة مثل ما هي أعطيت بالسؤال، ونكتب الفرضية. قبل التفاعل الغازات الناتجة ضغوطها 0. بعد التوازن راح يحدث تغير، هناك زيادة في النواتج بمقدار X وبقدر عدد المولات الموجودة. يعني هذا الغاز الكلور هو زائد X، بينما هذا الغاز هو ضعفه زائد 2X. الغاز المتفكك فقد من عنده بمقدار X، وأصبح عند حالة التوازن Y ناقصا 2X ناقص 2X، لأن عدد مولاته هنا 2، فيكون Y ناقصا 2X. هذا المقدار Y ناقص 2X قيمته معلومة 64%. عندنا هذا 64%. عندنا الضغط الكلي حسب قانون دالتون، الضغط الكلي يساوي لنا مجموع الضغوط الجزيئية للغازات المشتركة بالتفاعل، فمجموع ثلاثة ضغوط 3 غازات. فالضغط الجزئي للغاز المتفاعل اللي هو 64%، زائدا ضغوط المواد الناتجة ما نعرفه، راح نفرضه X، وهنا راح يكون 2X زائد X يساوي 3X. هذه 64% ننقلها للطرف الثاني، ننقصها من الواحد يبقى من عندها 36%. لما نقسم على 3 راح نستخرج قيمة الإكس اللي هي تمثل ضغط هذا المقدار اللي تمثل ضغط غاز الكلور، وهذا ضغط غاز الكلور اللي هو راح يساوي 12%. هو لما نضربه في 2 نحصل على الغاز الثاني، لأن عدد مولاته 2، فنحصل على 24% اللي هو ضغط غاز ال NO. الآن نأتي إلى حساب ثابت الضغوط. ثابت الضغوط يساوي لنا ضغوط المواد الناتجة على ضغوط المواد المتفاعلة، ويساوي لنا هذه القيمة. بالنسبة إلى ال KC اللي هو مطلوب بالسؤال، هناك علاقة تربط بين ال KP وال KC. شلون نحددها؟ من خلال إيجاد عدد مولات الغاز، الفرق بين عدد مولات الغاز اللي هو دلتا NG، ويساوي لنا التغير في عدد مولات المواد الناتجة، يعني مجموع عدد مولات النواتج ناقصا مجموع عدد مولات المتفاعلات، ويساوي لنا 3، لأن هنا 2 و1 3 ناقصا 2 ويساوي لنا 1. لذلك نطبق هذه العلاقة KC تساوي لنا KP RT سالب دلتا NG. درجة الحرارة هي 240 سيليزي، نحولها إلى الكلفن تصير 513، ثم نطبق القانون. هنا بما أنه هذا سالب، فهذا المقدار اللي هو داخل القوس كله سالب، إذن هو يصير بالمقام، ونستخرج قيمة الناتج. السؤال الثاني، عندنا هذا المركب الهيدرازين، كتلة المولية إلى معلومة. المطلوب إيجاد الحرارة أو حساب الحرارة المتحررة نتيجة احتراقه مول 1 من الهيدرازين، وبوحدات الكيلو جول هو محددها، على فرض أن السعة الحرارية مهملة. معلومات هذا السؤال أنه حرق 3 غرام من هذا المركب. فنجد الفرق في درجة الحرارة اللي هي بعد تسخينه من 24، رفع الدرجة الحرارية من 24.6 إلى 28.6، فيكون دلتا تي الفرق بيناتهم يساوي لنا تي درجة الحرارية الفاينل الF النهائية
ناقصا الدرجة الحرارية الابتدائية، راح يطلع الفرق 3 و6. ثم نطبق هذا القانون، الكمية الحرارة تساوي السعة الحرارية النوعية في الكتلة في دلتا تي، وراح يطلع لنا هذا المقدار. هذا حرق 3 غرام، لذلك احنا راح نجد عدد المولات، لأن هو في السؤال نتيجة حرق مول واحد من الهيدرازين. فاحنا عدد المولات احنا حرقنا 3 غرام، اذا الكتلة 3 على الكتلة المولية 32 راح يساوي لنا 93 بالألف مول. هاي الكمية الحرارة الناتجة اللي هي طبعا بالإشارة السالبة لأنها تمثل حرارة احتراق، يعني التفاعل باعث للحرارة. فهاي مجرد ملاحظة، يعني مو شرط تكون موجودة بالسؤال بالحل، لكن ملاحظة. هذه الكمية الحرارة هي تمثل حرارة 93 بالألف مول. إذا كان المطلوب بالسؤال حرق مول واحد، بهالحالة راح نعمل نسبة وتناسب، أنه عدد المولات هذا المقدار أعطى هذه الحرارة. إذا كان عدد المولات واحد راح يكون وسطين بطرفين، نستخرج قيمة كيو اللي هي تساوي لنا هذا المقدار. هذه هي بهسه حاليا بوحدة الجول. بوحدة الجول حتى نحولها إلى وحدة الكيلو جول، لأن هي مطلوبة بالسؤال بوحدة الكيلو جول، لذلك نقسمها على ألف. المقدار نقسمها على ألف حتى نستخرجها بوحدة الكيلو جول. السؤال هنا عندي معقدين، واحد بيهن الفلز نيكل وواحد بيه الفلز بلاتين. أما الليجاندات هن كلور، نفس العدد من الليجاندات، نفس العدد، نفس الشحنة التناسقية، لكن المطلوب في السؤال أن نحسب التهجين والشكل الهندسي وقيمة ميو، يعني قيمة العزم المغناطيسي لكل منهم. يعني راح نسوي مقارنة بين هذا المعقد أو هذا المعقد. فإحنا عندنا النيكل من السلسلة الثانية الليجاند ويا كلور، فراح نكون عندنا الليجاند هنا ضعيف، وبهالحالة التهجين يعني ما راح يكون الليجاند ضاغط، لذلك راح يكون التهجين من نوع sp3. أما هنا البلاتين من السلسلة التناسقية الثانية، فأي ليجاند يتصل وياه كان ضعيف قوي هو راح يكون التهجين ضاغط، يعني يكون DsP2. لكن احنا راح نحل بطريقتنا ونشوف المقارنة بيناتهم. فهنا بالنسبة للنيكل العدد التناسقي، العدد التأكسدي نستخرجه إليه هو موجب 2. موجب 2 4 في سالب 1. هاي السالب 1 هو العدد التأكسدي للكلور، لأنه هو السالب 1 زائد الإكس اللي هي للنيكل، والشحنة الكلية هي سالب 2. إذن الإكس تساوي لنا 2، يعني هو فاقد موجب 2. هنا الدي ب 8 الكترونات، الاس بي الكترونيا، والبي فارغ. لما هذه الحالة المستقرة. أما في الحالة المثارة ماذا يحدث؟ في الحالة المثارة سوف يتم موجب 2، يعني فقد الكترونين. لأن الالكترونين انظر هذه الشحنة موجب 2 يعني فقد الكترونين. الفقد هنا منين؟ من الاس، فبقى الاس فارغ. لما يأتي الليجاند اللي هو الكلور 4 كلور راح يجي يلقى مكان 4 أماكن فارغة اللي هي 1 بالاس و3 بالبي، فيكون sp3. إذا sp3 معناها الشكل الهندسي إلى رباعي الأوجه منتظم. الصفة المغناطيسية عندي الكترونين منفردة، إذن هو بارامغناطيسي. لماذا بارامغناطيسي؟ لاحتواء على الكترونات منفردة. لحتى نحسب قيمة ميو في السؤال نجد انه الاي عدد الالكترونات المنفردة هو 2 هنا، و2 زائد 2 ويساوي لنا جذر 8. جذر 8 راح يصير 2.78. اما البلاتين هنا، البلاتين العدد التأكسدي إلى أيضا هو موجب 2، فاقد 2 الكترونين، لكن نوع التهجين راح يختلف أكيد. هو 78، فهذا 78 ينتهي بهذا الترتيب الإلكتروني
الدي 8 والاس بي الكترونيا والبي ايضا فارغ. حاليا هنا نفس الترتيب الالكتروني، لكن لما الحالة المثارة لما يفقد بها الكترونيا هنا هسه وإن كان الاس فارغ، لكن هذا الالكترونين هذا وهذا راح ينزوجن في اوربيتال واحد، يدخلن في اوربيتال واحد، فيبقى عندنا اوربيتال فارغ. لما يجي 4 ليجاندات راح واحد يدخل بالدي، واحد بالاس، واثنين بالبي، راح يكون دي اس بي 2. هذا بالنسبة لنوع التهجين. فنوع التهجين دي اس بي 2 نعرف انه الشكل الهندسي راح يكون مربع مستوي. الصفة تكون صفة داية مغناطيسية لعدم وجود الكترونات منفردة. نطبق القانون هذا، القانون هذا يحفظ. عدد الالكترونات المنفردة 0، فيكون تحت الجذر 0 ويكون الناتج 0، لأنه صفة دائما مغناطيسية، يعني ما بي أي صفة مغناطيسية. طبعا هنا أنت بكل أسئلتنا ضمن هذا المنهج مال السادس العلمي أنه التهجين نوعين، SB3 لو DSB2، يعني غير ذا لا تتوقع. السؤال الثالث: ما هو التأثير الناتج من إضافة هذه الكتلة من هذا الملح والكتلة المولية إلى لتر من محلول الأمونيا على درجة تفكك القاعدة؟ على درجة تفكك القاعدة. نأتي الآن بالبداية راح نسوي قبل أن نضيف ملح كانت القاعدة وحدها تركيزها 1/10، تراكيز المواد الناتجة هنا 0. بعد حدوث يعني مرور زمن معين حدث تغيير، هذا التغيير هنا زائد اكس، هنا 1/10 ناقصا اكس، يعني الأصلي ناقصا المتفاعل، هذا هو المقدار المتبقي اللي راح نحسب من عنده الكي بي يساوي لنا الاكس تربيع على 1/10 ناقصا اكس، يعني تراكيز المواد الناتجة على تراكيز المواد المتفاعلة، ونستخرج قيمة الاكس، يعني الاكس راح تكون اكس تربيع تساوي لنا الكي بي في تركيز الامونيا اللي هو هذا المقدار 1/10. طبعا هذا المقدار هنا صغير لذلك يهمل، فنجذر نحصل على قيمته اللي هي هنا 1.4 أس ناقص 3 مولاري. هذه قيمة المتأين. درجة التأين تساوي تركيز المتأين على التركيز الأصلي. تركيز المتأين هو هذا المقدار اللي استخرجناه على الأصلي اللي هو 1/10 ويساوي لنا هذا المقدار. هسه حالة قبل إضافة ملح. الآن راح نضيف الملح ونشوف مقدار التأثير الناتج. راح نشوف درجة التأين تزداد أم تقل. بعد إضافة الملح إلى القاعدة راح يتكون عندنا أيون مشترك. تركيزه ايش قد؟ هذا تركيز الأيون، تركيزه نحسبه من قانون المولارية، الكتلة على الكتلة المولية في 1 على الحجم. طبعا 1 على الحجم لما يكون الحجم بوحدة اللتر، أما لما يكون بوحدة الملي لتر يكون 1000 على ملي. فنحسب 5/10 مولاري تركيز الملح اللي راح نضيفه، فهنا راح يصبح عندنا أيون مشترك. هذا الأيون المشترك اللي يتكون عندنا. نأتي إلى حساب أيضا كي بي يساوي لنا تراكيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة. راح يكون هنا 5 على 1، 5 اكس على 1. مقدار الاكس راح يساوي لي هذا المقدار، واللي هو الاكس يعني تركيز المادة المتأينة، أي تركيز المتأين اللي هو تركيز الهيدروكسيد أو تركيز القاعدة القرينة. درجة التأين راح نفس القانون، هو تركيز المتأين على أصلي، هنا نفس القانون، لكن ماذا يحدث؟ اللي تغيرت الأرقام عندي هنا، أصبح تركيز المتأين هو هذا المقدار بدلا من أن يكون
1 و4 في 10 أس ناقص 3 أصبح 4 بالعشرة في 10 أس ناقص 5. فعلى 1 بالعشرة اللي هو تركيز الأصل باقي نفسيته أصبحت هنا درجة التأين هذا المقدار. أي إن احنا نلاحظ إن درجة التأين انخفضت. ليش؟ بسبب تأثير الأيون المشترك، وجود الأيون المشترك اللي راح يرجح سرعة التفاعل الخلفي. السؤال الرابع، المطلوب حساب انثالبي التكوين القياسي لغاز أحادي أكسيد الكربون. حرارة التفاعل للثاني أكسيد الكربون هي هذا المقدار، حرارة التفاعل لهذه المعادلة هي هذه المقدار. احنا المعادلة المطلوبة هي معادلة انثالبي التكوين القياسي للسي او. السي او منين جاني؟ كربون يحترق بوجود الأكسجين، ذرة واحدة من الأكسجين، هنا ليس نصف ذرة وإنما ذرة واحدة لأن هاي جزيئة O2، فهاي 2 وهاي 2 تختصر تبقى O واحدة، إذا ينتج عندنا CO. وهذه أكسيد الكربون هي هاي المعادلة المطلوبة. الآن نأتي إلى أن حرارة التفاعل، إن المعادلة اللي ينطاني إياها هذه ننزلها، المعادلة معادلة حرارة تفكك CO2، هذا حرارة CO2 عندما يتفكك ينطي C زائدا O2. هذين معادلتين صار عندنا راح نحور بيهن ونحصل على المعادلة المطلوبة. يعني شلون راح نحور؟ راح نضطر إلى قلب المعادلتين الأولى والثانية. طبعا لما نقلب المعادلتين بمجموعهن كمعادلات يحدث عندنا اختصارات ينتج لنا المعادلة المطلوبة، وبنفس الوقت انه حرارة التفاعل هنا الاشارات راح تتغير، فاللي كانت هي موجبة راح تكون اشارتها سالبة، واللي كانت سالبة اصبحت اشارتها موجبة اذا قلبنا المعادلة. اذا ضربنا في رقم معامل ايضا هذا الرقم راح يتغير بمقدار المعامل الجديد، حاصل مجموعهم راح يساوي هذا المقدار. هنا تعليل احد التعاليل اللي واردة بالسؤال الرابع، لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية بالظروف الاعتيادية، وضح ذلك في ضوء علاقة كيبس. الحل أمامنا واضح، أنه الماء عندما نريد نحله بالظروف الاعتيادية نحتاج إلى الانثالبي تكون بإشارة موجبة، وحتى يتحلل يعني يتحول من حالة النظام إلى اللا انتظام، يعني للعشوائية تكون الإشارة أيضا الانتروبي تكون موجبة. لذلك لما نطبقها في العلاقة هنا نجد أنه قيمة هذا المقدار هي أكبر من قيمة هذا المقدار، فيكون التفاعل غير تلقائي، يكون دلتا جي تكون إشارته موجبة، لأن قيمة المقدار الانثالبي هي أكبر من مقدار الانتروبي في درجة الحرارة، فتكون العملية غير تلقائية. هذا هو السؤال اللي أمامنا، رغم أنه السؤال مطول جدا لكن هو واضح للتلميذ قراءته، وحتى ذا يراجع الأسئلة الوزارية يقرأ نص السؤال. المطلوب في السؤال هو حساب النورمالية، عيارية محلول، يعني تركيز النورمالي لكبريتات الصوديوم. وهنا عندنا عملية تسحيح، فبالتسحيح احنا راح نضطر إلى تطبيق قانون التخفيف حتى نجد النورمالية للمادة الثانية إذا كانت النورمالية للمادة الأولى، فنقول N1V1 يساوي N2V2. N1V1 اللي مادة اللي هي هذه مادة برمنجانات البوتاسيوم، أما المادة كبريتات أو ثيوكبريتات الصوديوم في الطرف الثاني، فيكون عندنا للطرف الأول النورمالية مالته 3 بالعشرة في 20 يساوي N2 في 25. هنا راح تحذف صفر مع الفارزة يصير 2 على 2 في 3 6 6 على 25، راح تطلع هذا المقدار اللي هو 24%. هذا هو حساب النورمالية. أما عدد غرامات يعني وزن مادة ثيوكبريتات الصوديوم المذابة في لتر واحد، هنا نطبق قانون اللي هنا الكتلة المكافئة تساوي الكتلة المولية على إيتا. الإيتا مقدارها واحد اللي هو العدد التأكسدي للملح اللي هو العدد التأكسدي للصوديوم.
زين العدد التأكسد للصوديوم اللي هو يساوي لنا 1 يساوي لنا 158 على 1 يساوي لنا 158 غرام على equivalent weight. فالكتلة راح تساوي لي التركيز النورمالي في الحجم في المكافئ في الكتلة المكافئة equivalent mass. هذا القانون مشتق من قانون النورمالية اللي هو يساوي لنا الكتلة على الكتلة المكافئة في 1 على فوليوم، يعني هو القانون الرئيسي. أما هذا القانون هو ناتج من نسبة وتناسب. فهنا الكتلة راح تساوي لنا النورمالية استخرجناها 24، هنا الفي هو 1 لتر، والكتلة المكافئة 158 يساوي لنا هذا المقدار. الحساب المعامل الوزني لهذه المادة، طبعا هنا المقصود للفسفور، المعامل هنا لعدد الذرات ما عدا الأكسجين، فيساوي لنا العامل الوزني قانونه A على B، هاي المعامل على في كتلة المادة المعطاة أو المادة المراد تقديرها على كتلة المادة الموزونة. كتلة المادة الموزونة اللي هي فوسفات المغنيسيوم. هنا إذا لاحظ عدد ذرات الفسفور، احنا هنا المقصود هو الفسفور، عدد ذرات بالمعامل الوزنية. شلون عرفناها الفسفور؟ وإنه هي عدد الذرات المشتركة بالمادتين. الفسفور موجود بالمادة الأولى والفسفور موجود بالمادة الثانية. عدد الذرات ما عدا الأكسجين، هذا الحكي ما ينطبق على الأكسجين، سواء كان موجود بالمادتين أو ما موجود. المعامل الوزني للأكسجين ما مطلوب. زين، يعني بكل المسائل لا تفكر أنه الأكسجين موجود بالصيغتين. فالفسفور هنا الكتلة المولية إليه هي هذا المقدار أعطيت بالسؤال، والكتلة المولية للمادة الثانية هي هذا المقدار. يبقى عندنا الأي والبي. عدد الذرات هنا 3 وهنا 2، فحتى نساويهن يكون لازم العدد الفوق يساوي عدد الجوف. فإذا ضربنا هذا في الفوق في 2 في 3 راح يساوي 6، وهنا 3 في 2 راح يساوي 6. إذن 6 على 6 تختصر تبقى بس فقط هذا المقدار، لذلك هذا نضربه في 2 على 3. هذا السؤال قدامنا هو تقدير أيون الكالسيوم. كتلة المولية للكالسيوم هي 40 في بلازما الدم، وتركيزه هذا. فإذا كان تركيز أيون الأوكزالات فيه يساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 7. هل تتوقع أن تترسب أوكزالات الكالسيوم علما أن الكي اس بي؟ طبعا هذا السؤال لما قال كي اس بي حددنا احنا القوانين اللي راح نستخدمها، انه ملح شحيح الذوبان. اما بدون هذه العبارة ممكن نذهب الى قوانين موجودة في فصول اخرى، لكن لما قال كي اس بي حددنا انه هذا السؤال موجود بالفصل الثالث. فالتركيز ايون الكالسيوم بدءا نستخرجه 1 بالعشرة غرام على مول، لما نقسمه على 40 راح نستخرج التركيز المولاري اللي هو 25 بالعشرة آلاف. هذا التركيز المولاري. ثم نطبق قانون الملح الشحيح الذوبان. طبعا هذه AgCl هي ليس هنا AgCl، وإنما الكالسيوم CaCl2 المعادلة مالته. فإحنا هنا حتى نعرف إنه يترسب لو ما يترسب راح نجد إيجاد حاصل الإذابة ونقارن. هذه المعادلة طلاب خطأ مطبعي، الفضة هنا ما إلى أي وجود. فهنا راح نستخرج قيمة حاصل الإذابة اللي هو يساوي لنا حاصل إذابة تركيزين الكالسيوم والأوكزالات. الكالسيوم استخرجناه هو 25 بالعشرة آلاف،
الأوكزالات اللي هو أعطاها في السؤال 10 أس ناقص 7 أو 1 في 10 أس ناقص 7، فراح يكون حاصل الإذابة هذا المقدار. هذا المقدار 25 في 10 أس ناقص 11 نقارنه مع هذا المقدار أيهما أكبر، هنا يحدد لي أنه يحدث ترسيب لو يحدث ذوبان. فبما أنه الكي اس بي أكبر قيمة 10 أس ناقص 9 أكبر من 10 أس ناقص 11 لأن احنا بالسالب نتجه، لذلك أنه لا يحصل ترسيب. وشكرا لأصغائكم، وإذا توجد أي ملاحظات لديكم